وأخيرا تحقق الحلم. وفد من ملتقى الإعلاميين الشباب العرب يزور أرض فلسطين، شباب من جنسيات عربية مختلفة جاءوا حاملين معهم رسالة فلسطين التي تدعو لإنهاء الانقسام. كثير مبسوطة وكمان مش مصدقة يعني إني بفلسطين، وتحياتي للشعب الفلسطيني كله. والله الواحد يعني مش عارفة كيف أعبر بصراحة. يعني حلمي هذا منذ الصغر وتحقق اليوم الحمد لله وأخيرا. يعني وإن شاء الله ننقل الصورة الإيجابية عن فلسطين في رسالتنا هاي، وإن شاء الله نتمنى لكم السلام يا رب. يعني شعور لا يوصف صراحة، يعني أكثر من رائع. يعني كنا متمنين هاللحظة هاي وكانت حلم بالنسبة لنا، بس الحمد لله يعني بفضل ربنا إنه قدرنا نفوت الأراضي الفلسطينية، يعني وشعور لا يوصف صراحة. كتير مبسوطة. أنا بالنسبة إلي كعراقية أدخل لفلسطين أنا كنت أشوفه معجزة، فالحمد لله إنه أنا جيت لفلسطين. أنا بالنسبة إلي هذا يعني حدث تاريخي يعني بحياتي، يعني علامة بحياتي. ما بظن إنه ممكن في شيء هيك حدث إنه يتكرر بحياتي، إنه بهالروعة. ولسه حابة إنه لسه نحن ما دخلنا ما شفنا، بس حابة إن شاء الله إنه هلا نتعرف على فلسطين أكثر وهيك. لم يستطع هيثم يوسف سفير الإعلاميين الشباب العرب إخفاء مشاعر الفرح والشوق لأرضه فلسطين التي حظي أخيرا بزيارتها بعد 30 عاما من الحلم. حلم 30 سنة إنه أنا بصراحة ما تخيلت. بداية جولة الإعلاميين الشباب كانت زيارة ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات لقراءة الفاتحة على روحه. دخلتها وأول ما دخلتها ما بعرف شو راح أساوي، يعني راحت كل المخططات صراحة. بس بدنا نزور الضريح بالأول إن شاء الله أبو عمار، يعني كان من نفسي من زمان يعني. ثم انطلقوا إلى مقر الرئاسة حيث استقبلهم أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وقام الوفد بعرض رسالة فلسطين عليه. ومن جانبه شكر الطيب عبد الرحيم مبادرة الإعلاميين الشباب. نحيي مبادرة الشباب العربي الذين جاءوا إلى بلادنا، وقد قلنا لهم أنهم هم يزوروا السجين ولا يزوروا السجان، يرفعوا من معنوياتنا خاصة في هذا الظرف الذي يقوم فيه شبابنا بفعاليات رائعة سواء هنا في الضفة الغربية أو في المحافظات الجنوبية في غزة لإنهاء الانقسام. دوار المنارة في مدينة رام الله كان المحطة الثانية، حيث قام الإعلاميون الشباب بالتضامن مع المعتصمين على دوار المنارة، وقد لاقاهم المعتصمون بالترحيب والشكر، كما هتفوا معا لإنهاء الانقسام. أولى غزتنا تحية، أولى غزتنا تحية، أولى غزتنا تحية. تناول الوفد وجبة الغداء مع نمر حماد المستشار السياسي لسيادة الرئيس، وأطلعوه على رسالتهم التي لاقاها بالترحيب. هذه زيارة مهمة في عصر الشباب الآن الذي بدأ يأخذ دوره في الوطن العربي، أن يأتي لنا شباب أشقاء من دول عربية ناشطين في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية ليعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، توطيد علاقاتهم مع شبابنا في أرض الوطن. أنا بعتقد هذه مبادرة مهمة، أتمنى لها كل التوفيق. زيارة وفد الإعلاميين العرب الشباب جاءت لتقول بأن إنهاء الانقسام ليس مطلبا فلسطينيا فحسب، بل هو أيضا مطلب عربي. حرام الله للعراق، حرام الله للعراق، حرام الله للعراق، وحدة وحدة واتفاق، وحدة وحدة واتفاق، حرام الله للعراق، حرام الله للعراق، وحدة وحدة واتفاق، وحدة وحدة واتفاق. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، عدي غزاوي، تلفزيون فلسطين.